بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، تحل علينا كل عام في اليوم 9 من شهر ربيع الآخر ذكرى وفاة أمير المؤمنين جلالة الملك الراحل الحسن الثاني قدس الله روحه ونور ضريحه. نقف بهذه المناسبة ونتذكر هذا الملك بأعماله الحسنة الجميلة وإنجازاته الحسنية الجليلة ومشاريعه المتعددة الناجحة. فقد كان رحمه الله عبقريا حكيما وقائدا ملهما عظيما ورجلا طموحا آتاه الله العلم والحكمة وألهمه الرشاد والسداد وبصره بما فيه نفع البلاد وما يجلب مصلحة العباد، فأجرى الله الخير على يديه لهذا الوطن العزيز وللشعب المغربي الوفي المطيع، بل للشعوب العربية والبلدان الإسلامية كلها. ولا عجب في ذلك، فقد تربى رحمه الله تربية إسلامية مثالية، وتلقى رحمه الله من مدرسة والده دروسا نظرية وتطبيقية مختلفة، إذ ألحقه والده أولا بالمدرسة القرآنية بالقصر الملكي سنة 1934، حيث تمكن من حفظ القرآن الكريم وتشرب لغته ومعانيه في سن مبكرة، ثم ولج بعد ذلك الأسلاك التعليمية، فكان هذا المرحوم المثل الأعلى ذكاء وتفكيرا وخلقا وسلوكا وعملا وجدية وحزما وعزما وسماحة وكرما وفضلا. إنه الإنسان الملك، والملك الإنسان، الملك العالم والعالم الملك والحاكم العادل. تلك الشخصية الفريدة بطباعها وميزتها النادرة في التاريخ. كل هذه الخصال الحميدة والسجايا العديدة جعلت جلالته قدس الله روحه محط إعجاب وتنويه وإشادة وتقدير من جميع المؤرخين والزعماء والقادة ورجال الفكر والثقافة على المستوى العالمي. كان هذا المرحوم يتولى صلاة الجمعة إماما وخطيبا في بعض الأحيان، كما فعل في الجامع الكبير بتطوان وطنجة وجامع القرويين. ويكفي هذا المرحوم شرفا وفخرا أنه لم يكن يوجد في عصره بين ملوك العرب ورؤسائهم من يدانيه في الفصاحة والبلاغة، إذ كانت له من الخطب الرنانة ما يشنف الأسماع ويبلغ الغاية في الإبداع. كان لهذا المرحوم الفضل في إحياء مجموعة من السنن الحميدة التي دأب عليها المسلمون، ومنها
على وجه الخصوص تنظيم الدروس الحسنية التي كانت ولا تزال محجا لأقطاب الفكر الإسلامي من جميع الأماكن ومن كل المشارب، ومناسبة للحوار بين جميع المذاهب الإسلامية. ودعم جلالته بناء المساجد بكل أنحاء العالم، وخاصة في إفريقيا مثل السنغال وغيرها من البلاد الإفريقية. وشجع جلالته أيضا بناء المساجد بكل أنحاء المملكة المغربية. كان أهمها على الإطلاق بناء مسجد الحسن الثاني التي خص به مدينة الدار البيضاء سنة 1986، إذ سيظل هذا المسجد شاهدا على عبقريته. وأولى رحمه الله عناية خاصة لعلماء الأمة من خلال دعمه رابطة علماء المغرب وإنشاء دار الحديث الحسنية، واهتم في الوقت ذاته بقطاع التعليم الديني العتيق، وعمل على تشجيع مؤسساته ومساعدتها وتنظيم عملها. رحل الملك الحسن الثاني عنا جسما، لكنه لم يرحل روحا وعملا وذكرى، فما زال حيا بيننا بإنجازاته المتعددة ومشاريعه المختلفة وآثاره المباركة، وما زال حيا بيننا أيضا من خلال نجده البار ووارث سره جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره وأدام حفظه ونصره، فقد حذا حذو والده وترسم خطى أبيه واستنار في طريقه بسياسته وحكمته، فواصل نصره الله جهاد البناء والتشييد والتنمية في كل الميادين وفي جميع المجالات والقطاعات، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. فعلينا أن نخلص الدعاء لهؤلاء الملوك الثلاثة الذين أجرى الله الخير على أيديهم لهذا البلد الأمين، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء، وأعظم لهم الأجر والعطاء، واجعلهم من عبادك السعداء. اللهم ارحم الملكين الراحلين البطلين المجاهدين، مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم أكرم مثواهما وطيب ثراهما، وأعل في الجنة مقامهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمد السادس. اللهم احفظه بما حفظت به ذكرك الحكيم، واعصمه كما عصمت رسولك الكريم. اللهم أقر عينه بسمو ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، واشدد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.